طائرة مدنية تهبط لأول مرة في مطار المخا الواقع على ساحل البحر الأحمر بتعز، فلنتابع. هبطت اليوم طائرة مدنية في مطار المخا الدولي الذي تم افتتاحه اليوم مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر غرب محافظة تعز، والتي تتبعها إدارياً. الطائرة التي هبطت في مطار المخا كانت تحمل مساعدات طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود. وأعلن اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ تعز نبيل شمسان الانتهاء من مدرج الطيران في مطار المخا وبدء حركة الطيران من وإلى المطار. وأضاف طارق صالح في تغريدة بصفحته على تويتر أنه تم وضع حجر الأساس لبقية مرافق مطار المخا الدولي. وأشار صالح إلى أن مطار المخا سوف يعيد لمدينة المخا مكانتها كبوابة اليمن للعالم، مضيفا أن المطار سوف يخدم محافظة تعز والحديدة وكل محافظات اليمن.